في حال تم تجميد حسابك في تليجرام وظهرت لك الرسالة بالأعلى اللي هي تم تجميد حسابك، انقر لعرض التفاصيل وإرسال الاستئناف. فهذا الشيء ممكن يكون بسبب أنك خالفت شروط تليجرام أو أنك حتى ما خالفت الشروط وصل لك هذا الشيء عن طريق الخطأ. الآن هل بإمكانك أنك تفك تجميد حسابك على تليجرام؟ الجواب هو نعم وبسهولة. في عندك طريقتين لفك تجميد حسابك في تليجرام. الطريقة الأولى هي من خلال هي الصفحة الخاصة بتليجرام خاصة لفك تجميد الحسابات. رح يكون عندك هون كتير تفاصيل بإمكانك أنك تقرأها، ولكن أنت اللي بيهمك منها هو هذا البوت اللي هو السبام بوت. راح تنقر عليه بهذا الشكل، راح يفتح معك جوا تطبيق تليجرام بهذا الشكل، راح تفتحه بهذا الشكل. راح تنقر على البدء وتبدا انك طبعا تتراسل معه. الان انا هذا الحساب اللي بتواصل منه بيقول لي انه ما عندي اي قيود على الحساب. فالان هون بهذا المكان بامكانك انك تراسل هذا البوت وتحل مشكلتك وتفك الحظر. ولكن في بعض الاشخاص ما بامكانهم حتى انهم يتواصلوا مع البوتات على تليجرام، يعني ما بامكانه انه يضغط على ستارت، زر ستارت اساسا ما موجود عنده، فما بامكانه انه يكتب رساله للبوت. فبتروح للطريقه الثانيه، ايضا الطريقه الثانيه شغاله ما عندك اي مشكله، واللي هي ما لك بحاجه انك تدخل على تطبيق تليجرام ابدا. فقط لازم تستخدم الرقم يلي محظور بهذا المكان، بمكان رقم الهاتف. راح تكتب هون بالرجاء شرح مشكلتك، راح تكتب أي رسالة بالعربي، مثلا مرحبا فريق دعم تليجرام، لقد تم تجميد حسابي ولا أعرف سبب، أرجو فك تجميد الحساب وشكرا. بإمكانك أنك تستخدم هاي الصيغة أو أي صيغة، ما في أي فرق، بالنهاية راح ينفك الحظر، ما في أي مشكلة يعني. والآن هون بالخيار الثاني تكتب الاسم الخاص فيك، أي يعني اسمك الخاص، ما كتير تفرق. والخيار اللي بعده البريد، هذا البريد راح يردوا عليك فيه لما ينفك حظر حسابك، راح يكتبوا لك على هذا البريد انه تم فك الحظر. ايضا انت بامكانك انك تشيك كل شوي، يعني بعد ما تقوم بتقديم هذا النموذج على حسابك راح تلاحظ انه راح ينفك ممكن خلال ساعتين ثلاثة، يعني كحد اقصى 48 ساعة بفك تجميد او حظر الحساب. فراح تكتب هون الايميل، وهون راح تكتب الرقم الهاتف الخاص بحساب التليجرام المحظور، يعني مو رقمك العادي، يعني مو اي رقم، رقم هاتفك المحظور على تليجرام راح تكتبه بهذا المكان. طبعا مع مراعاة رمز الدولة، لازم تكتب مثلا زائد 966 زائد 20 في حالة مصر، لازم تراعي رمز الدولة. وبعدها بتنقر هون على إرسال بهذا الشكل. الآن مثل ما ملاحظين بوجهك لهي الصفحة بيقول لك شكرا على بلاغك، سنحاول الرد بأسرع وقت ممكن. فالآن بكل بساطة بإمكانك أنك تنقل على ستارت أوفر، راح يرجعك نفس الصفحة، أنت ما عاد في شيء بإمكانك أنك تعمله. فقط إما أنك من خلال البوت أو من خلال هي الصفحة بإمكانك أنك تفك حظر أو تجميد حسابك على تليجرام. بس هذا كان كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.